يا صباح الحياة. كم مرة كده نبقى قاعدين مع ناس ويصدر مننا تصرف تلقائي. عارفين التصرفات الطفولية كده اللي بتصدر مننا من غير ما نفكر فيها ومن غير ما نعمل لها حساب. وكم مرة حسينا في نظرة اللي قدامنا بنظرة لوم ورفض، اللي هو ازاي انت بتتصرف كده يعني، او ازاي بتقول كده. وانت ساعتها تقعد بقى زعلان ومتغاظ، هما ازاي مش شايفيني زي ما انا، ازاي مش متوقعين مني حسن النية. بس السؤال، انت شايف نفسك ازاي؟ هل انت متقبل عيوبك قبل مميزاتك؟ هل انت قابل بالباكج كله على بعضه؟ ما احنا كلنا باكج على بعضه، عيوب قبل مميزات، عقل ورزانة وتفاهات، خير وشر. احنا التركيبة دي. طول ما انت متصالح مع ذاتك ومتصالح مع عيوبك وقابل بيها، طول ما انت هتفرض على الناس ان هم يبقوا متقبلينك زي ما انت. وحتى لو ساعتها هم ما تقبلكش زي ما انت ساعتها اوريدي هتبقى راضي من جوه، ما انت متصالح مع ذاتك وقابل بنفسك زي ما هي. مش هيفرق معاك بقى نظرة الناس او كلام الناس. تقبلوا ذاتكم زي ما هي، عيوبنا احنا بنستفاد بيها زي ما بنستفاد من مميزاتنا. قول لنفسك شكرا على كل فعل كويس انت بتعمله، وطبطب عليها لما تعمل تصرف غلط انت مش قابل بيه، وقول ان انت هتصلحه. بلاش جلد الذات دايما، وتقبلوا ذاتكم زي ما هي.